في البداية صراحة أنتم استهليتوا بكلام جميل أنه فعلا اليوم مشكلة إخراج، والوضع في هالمنعطفات من الدوري أبو الوليد لا يحتمل زي ما قلتوا اللي هو وجود تضاربات أو شك في حالات معينة. للأسف اليوم بعض اللقطات كانت تحتاج إلى إخراج أرقى أو أجود من كذا صراحة. يعني لعل منها الحالة اللي كنتوا تتكلمون عنها، لكن احنا الحمد لله في البرنامج في أجهزة 3D والإعادات ممكن توضح. الحالة الأولى أبو زياد، نأتي على حالات الهلال والطائي. الحالة الأولى في الدقيقة 25 وهي حالة تسجيل هدف صحيح لنادي الطائي، الحكم سمح باستمرار اللعب، أيضا المساعد لم يعلن عن تسلل، حالة جدا دقيقة، اللاعب انطلق من موقف صحيح والمساعد الثاني كان على تركيز عالي، لذلك لم يعلن عن التسلل للمراجعة وإنما تم المراجعة. هدف صحيح. الحالة الثانية أبو زياد، حالة سقوط. الحالة الثانية في الدقيقة 29 حالة سقوط للاعب الطائي داخل منطقة الجزاء، نؤكد أن هذه الحالة لا يوجد فيها أي خطأ، تلاحم بين اللاعبين، سقط لاعب الطائي نتيجة الاختلال أو رجوعه بهذا الشكل، لذلك الاستمرار كان قرارا صحيحا. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 46 من الشوط الثاني وهي عدم احتساب ركلة جزاء لنادي الهلال. هذه حالة مهاجمة بتهور من قبل لاعب الطائي على قدم لاعب الهلال التي كانت على خط منطقة الجزاء تماما، وخط منطقة الجزاء يتبع لمنطقة الجزاء. للأسف لم يتم مراجعة الحالة بالشكل الدقيق ولم يتم إعطاء الحالة الوقت الكافي للمراجعة. هذه ركلة جزاء لم تحتسب في الدقيقة 46. شوف هنا المهاجمة بشكل واضح على القدم التي على الخط، وإحنا الخط في طبعا قانون كرة القدم يتبع لمناطق، وهذا يتبع منطقة الجزاء. ركلة جزاء لم تحتسب في الدقيقة 46. الحالة اللي بعدها نذهب إلى حالة أخرى وهي هنا حالة طبعا عدم احتساب ركلة جزاء أخرى لنادي الهلال بداعي لمس الكرة بيد لاعب الطائي. وهنا ليه قلنا هنا فيه لابد يعاقب اللاعب؟ لأنه أثناء قطع الكرة من زميله كانت يده في الأسفل، وأثناء القطع ارتد. شوف هنا نرجع أحمد نرجع لحظة الركل. هنا لحظة القطع وين يد لاعب الطائي أبو الوليد اللي في الأمام؟ كانت تحت صح ولا لا؟ صحيح. أثناء القطع وين ذهبت إلى أعلى بحجم تكبير أعلى للجسم. ضربة جزاء هذه واضحة. الجزاء لم تحتسب وأيضا لم يتم مراجعتها بالشكل الصحيح، ولا هذه يسمونها السكند أكشن، الفعل الإضافي. لو هنا اصطدمت في اليد بيكون ما فيها شيء، لكن هنا بعد اللعب وين راحت اليد؟ راحت إلى تكبير الجسم وقطع الكرة بشكل يعاقب عليه اللاعب. نذهب إلى الدقيقة 79 وهي حالة مهاجمة باستخدام قوة مفرطة من قبل لاعب الهلال. هذه الحالة كانت تستوجب احتساب ركلة جزاء وطرد للاعب الهلال نتيجة مهاجمته بساق اللاعب ومن ثم النزول على القدم. عفوا بر أبو زياد، عفوا خارج منطقة الجزاء. نعم هنا خارج ركلة حرة مباشرة وطرد. هنا نشوف أبزاز نوقف هنا أحمد. أبزاز الحذاء اتجهت مباشرة إلى ساق اللاعب ومن ثم إلى قدمه وباندفاع بدني. لم يكون اللاعبين قريبين من بعض أبو الوليد، لو كان اللاعب قريب لاعب الهلال بخف حدة الوضع، لكن منين جاي؟ من مسافة بعيدة ويجري تجاه اللاعب وقام بعملية مهاجمة باستخدام قوة مفرطة تستوجب الطرد. نذهب إلى الحالة الأهم أو إحدى الحالات المهمة في المباراة أيضا، وهذه حالة سقوط للاعب الهلال داخل منطقة الجزاء، ولكن نؤكد أنه هنا أثناء القفز التشريح البدني للاعبين طبيعي، يعني رجل لاعب الطائي أثناء القفز اتجهت بهذا الشكل نتيجة اللي هو السياق الحركي، ما في لاعب يقفز والأرجل ملتصقة، لذلك هذه حالة استمرار. إذا الحكم بيوقف للعلاج، لا يوجد فيها أي خطأ، هذه اصطدام عادي ولا يوجد فيها أي خطأ من قبل لاعب الطائي، ولكن هذا سياق حركي في اللعب. نذهب إلى الأهم في المباراة وهي الحالة التي لم يوفق يعني حكام الفي آر في إظهارها للناس عن طريق الناقل. طبعا لا يوجد تسلل في منشأ الكرة، وهنا الكرة نؤكد أنها لم تتجاوز خط المرمى، وهنا بتقنية 3D اللي موجودة عندنا في البرنامج. لعيب أبو زياد صراحة. والله هذه جهودكم أبو الوليد. هنا هذه ما أعتقد أنها تصعب على تقنيات في آر. احنا نجيب الفار لهم هنا ابو زياد، ما عليك، بس فارنا صاحي ترى ما ينام. هنا الكرة طبعا كانت المشاهد الآن يبغى إقناع والنادي يبغى إقناع، الكل
يعني حتى نادي الطائي يبغى يقنع هل الكرة تجاوزت أم لا. طيب. الكل محتاج لها الإجابة، للأسف لم يوفقوا في إظهارها للمشاهدين. احنا نظهرها عن طريق برنامج ملعب SBC. أن الكرة طيب. لو تعطونا إياها لقطة أخيرة أحمد بالله على 3D، لقطة 3D عشان نختم فيها الحالات لأنها الحالة الأخيرة. نكمل أحمد، أعطونا بداية الحالة فقط. هدي لك الحالة أبو زياد على بال هذه الحالة، على بال ما تجهز الحالة على بال ما تجهز الحالة في 3D وأمامك حنناقشك. تفضل الحالة أمامك، تفضل أبو زياد. هنا فقط نحتاج نوقفها وتعطونا وقت كافي لل3D أنها تبقى على أساس أنها تكون واضحة للمشاهدين. الكرة لم تتجاوز خط المرمى بكاملها، لابد أن تتجاوز بكاملها خط المرمى. اعطونا 3D يا شباب. احمد 3D يلا احمد يلا سرعها لين تطلع 3D. تفضل. اذا في اي تساؤل على ما طيب على بال ما شكلها يلا. تفضل ابو الوليد. ما يبون ابو زياد شكلهم الاعداد ولا بحد يطلعها لك. لا بتطلع ما حشتغل ان تطلع 3D. ايوه هنا هذه للعموم، للمشاهدين، للانديه المتنافسه، لجنة الحكام، لكل من يشاهد الحكام. أوكي. الحكام ما كان عندهم دليل قاطع أن الكرة تجاوزت أم لا، لذلك ذهبوا إلى عدم التجاوز اللي هو قرار الحكم. أبو زياد أبو زياد سؤال للمباراة الثانية على التوالي جالس أسمع منك ضربات جزاء لم تحتسب للهلال بسبب الفار. صحيح. مرة ثانية جابوا حكام سعوديين وحكام أجانب ونفس المشكلة موجودة مباراتين متتالية. وهذه إجابة، يعني يمكن الحكم ماجد الشمراني يشن عليه حملة كبيرة. هذا حكم أجنبي من حكام النخبة، الأخطاء واردة من حكم الفار اللي معاه عفوا أجنبي، كلهم الطاقم كله أجنبي، فلا يستغرب الخطأ. هي تقديرات بشرية، لم يوفقوا، لم يكن لديهم تركيز، قد لا يكون لديهم اهتمام، وهذا اللي دائما أكررها. الحكم الأجنبي يحضر عندنا باهتمام أقل من الدوريات الأخرى، هذه حقيقة لابد الكل يعرفها. فالسعودي أخطأ والأجنبي أخطأ، تحتاج مراجعة من لجنة الحكام في هذه الوضعيات. المساعد الثاني، المساعد الحكم الفار سعودي ولا أجنبي؟ سعودي بس ما له دخل، لأنه حتى من اليوم تركوا كل الطاقم ويهاجمون المساعد الفار. هذا له أشياء محددة، إنه يوقف التغييرات لو في مراجعة للفار، إنه يحسب الوقت. ما له دخل في القرار الرئيسي. القرار الرئيسي ما بين حكم الفار الأول وحكم الساحة. شكرا يا أبو زياد على كلام الكابتن عبد الله القحطاني. ضربتي جزاء للهلال لم تحتسب، أخطأ فيها حكام الفار وحكم المباراة. اللقطة الأخيرة وأتت في الرسم لا يوجد فيها هدف للهلال.